الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. ليه المسلم ما بيصليش؟ ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونعمل لايك للفيديو ده وتشترك معانا في القناه، علشان طبعا دي هتبقى سلسله من الفيديوهات هنعملها ان شاء الله في المستقبل، وهنعمل منها كتير جدا جدا. طبعا هتلاقي عشوائيه في الفيديو والمونتاج مش قد كده، ان احنا لسه في الاول يا شباب، هنتطور مع بعض واحده واحده ان شاء الله. طيب موضوع النهارده هيبقى ليه المسلم ما بيصليش، او انا كسيد ليه ما بصليش عند 24 سنه او 25 سنه، ليه ما بصليش. وطبعا الصلاة فرض يا شباب في دين الإسلام، وانت كمسلم لازم ان انت تصلي. عندك 5 فروض في اليوم، اللي هو طبعا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طبعا دول 5 فروض لازم ان انت تصليهم كلهم يا شباب. الصلاة ركن من أركان الإسلام يا شباب. عندنا شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وعندك تاني حاجة الصلاة، وتالت حاجة الزكاة، ورابع حاجة الصوم، وخامس حاجة حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا احنا عندنا أهم ركن في أركان الإسلام اللي هو الصلاة شباب، والناس كتير جدا جدا ما بتصليش. فهنتكلم النهاردة وهنحكي قصة كده على الصلاة، ويا ريت يعني يكون الفيديو ده رسالة ليا مستقبلا لو قصرت في الصلاة، أو رسالة ليك لو أنت مش بتصلي فترجع تصلي. إن شاء الله هنتكلم كده ونحكي قصة مع بعض. وطبعا الفيديو ده دردشة يا شباب معاكم، مش بفرض عليك حاجة، أنا طبعا هقول لك النصيحة وأنت ليك حرية الاختيار. عايز تصلي صلي، مش عايز أنت اللي هتتحاسب وأنت اللي هتاخد الثواب. زي ما قلت الفيديو ده أنا عامله ليا شخصيا قبل ما أعمله ليك. طيب هنرجع للسؤال بتاعنا، ليه أنت كمسلم ما بتصليش وبتكسل تصلي، أو مالكش روح ان انت تصلي، او بتحس ان الصلاة كده حاجة تقيلة على قلبك؟ طبعا كل ده احنا بنمر بيه يا شباب. طبعا المفروض ان هو كسل وقلة ايمان بس، ولكن في الحقيقة محدش بيحب الصلاة قوي قوي قوي، ومحدش بيكره الصلاة قوي قوي قوي. احنا بنبقى في النص كده كمسلم، وانا نفسي يعني في الحتة دي. ليه بقى احنا مش بنصلي، مع ان المفروض ان انت دي اول حاجة هتتسأل عليها لما تتوفى، لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ اول حاجة هتسأل عليها هي الصلاة. طبعا احنا عارفين ان كل الاعمال اللي احنا بنعملها في الدنيا بنتحاسب عليها، ولكن اول حاجة هتتحاسب عليها يا معلم وهي الصلاة. فلازم ان انت تخلي بالك من الصلاة، ويكون الصلاة بتاعتك صالحة، لان طبعا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ان صلحت الصلاة صلح سائر الاعمال. يعني انت لو الصلاة بتاعتك مظبوطة، فالاعمال بتاعتك الباقية كلها تبقى مظبوطة، وان شاء الله هتكون في الجنة. ولو فسدت الصلاة ففسد سائر الاعمال. يعني لو الصلاة بتاعتك مش مظبوطة، فالاعمال بتاعتك الباقية كلها مش مظبوطة. تخيل ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان الصلاة اهم حاجة في الاسلام، ان انت لو صليت وصلاتك مقبولة والصلاة بتاعتك صالحة، فالاعمال بتاعتك التانية كلها صالحة. طبعا هو في اركان تاني في الاسلام، وفي اعمال تانية لازم ان انت تعملها، وفروض تانية لازم ان انت تعملها، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على الصلاة. فالصلاة مهمة جدا جدا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا احنا لازم نخلي بالنا من الصلاة. طيب انت ما بتصليش، ايه الاسباب اللي ما خلتكش تصلي؟ يعني انت مهما تقولي في اسباب هقول لك برضو ده مش مبرر ان انت ما تصليش. تعالى بقى ندردش مع بعض ونشوف ايه الحاجات اللي بتخلينا نكسل عن الصلاة. الحاجات دي لو عالجتها يعني هترجع تاني تصلي، وهتحب الصلاة، وهتبقى مهتم جدا جدا بالصلاة. وطبعا انا باخد بالحاجات دي ان شاء الله، وهنعملها ان شاء الله، وهقول لك دلوقتي انا وصلت لايه. اول حاجة طبعا التربية. دلوقتي يا شباب كتير مننا شفنا في اطفال كتير جدا جدا بتشتم وهي صغيرة، او بتتعلم اساليب زبالة جدا وهم صغيرين. الاهالي ما بتهتمش جدا بحته الدين دي. ده عامل مهم جدا جدا، ان انت اصلا بتتربى وانت صغير مش فاهم الدين بتاعك، ومش فاهم اهميه الصلاه والصوم والزكاه، وازاي ان انت تتوضى، وازاي ان انت تصلي. والكلام ده كله بنشوفه في اجيال النهارده، ان موضوع الدين ده احنا بنشيله خالص من التربيه، وما بنعلمش اولادنا الصلاه والوضوء والصوم والزكاه والحاجات دي كلها، احنا ما بنعلمهاش للاطفال بتاعتنا. فطبيعي الطفل هيطلع مش عارف حاجه عن الدين بتاعه، مش هيبقى عارف ازاي يتوضى، مش هيبقى عارف ازاي يصلي، مش هيبقى عارف حاجه عن الدين عموما. فالتربيه عامل مهم جدا جدا
في ان الطفل يعرف الدين بتاعه والواجبات والفروض اللي عليه ان هو يعملها، واهمية الصلاة واهمية الاسلام واهمية الدين والحاجات اللي فيه والشروط بتاعته والحرام والحلال. طبعا احنا ما بنعلمش الاجيال الجديدة الكلام ده خالص، لان الاهالي مشغولة في السوشيال ميديا والتيك توك، ومين طلق مين ومين بيتخانق مع مين ومين اتحرش بمين، الكلام ده كله يلهي الاهالي طبعا عن الدور الاساسي. اعتقد يعني من وجهة نظري ان دي اهم حاجة نهتم بيها في الاجيال الجديدة، لان زي ما شفنا الاجيال الحالية حاجة استغفر الله العظيم. طيب نيجي لتاني حاجة وهي التعليم. طبعا انا عن نفسي بتكلم على البيئة اللي انا كنت منها او الحتة اللي انا كنت فيها يا شباب، عشان طبعا ممكن الحاجات اللي انا هقولها دي موجودة فعلا او مش موجودة عندكم. فممكن واحد يقول لي لا يا عم ده احنا عندنا في التعليم كذا وكذا وكذا، انت كذاب. وانت انا بتكلم طبعا على الحتة اللي انا شفته والحياة اللي انا عشتها. طيب نيجي بقى للتعليم، وطبعا ده مهم جدا جدا يا شباب، لان الطفل مثلا من 7 سنين لغاية 18 سنة او 19 سنة او حتى 22 سنة بيبقى في المدرسة، فحياته كلها بتبقى في المدرسة، واي حاجة بتحصل في المدرسة بتأثر عليه وبتكون شخصيته في المستقبل. فلو انت علمت الشخص او علمت البني ادم الدين والصلاة والحاجات دي كلها في المدرسة، اعتقد مليون في المية ان هو هيطلع يحب الحاجات دي، وهيبقى عارف ايه الصح منها وايه الغلط منها، وطبعا هيبقى بيصلي وملتزم لان طبعا انت علمته الحاجة دي. طبعا انا بالنسبة في المدرسة بتاعتي كناش بنشوف مادة الدين دي خالص، وما كانش ليها اي لازمة في المدرسة، وانا متأكد مليون في المية من الكلام اللي انا بقوله لك ده. حصة الدين كانت حصة واحدة في الاسبوع، يعني انت طول الاسبوع مثلا بتاخد حصتين عربي كل يوم او انجليزي او حساب او دراسات او رسم. يا اخي الرسم كان ليه اهمية عن مادة الدين. مادة الدين كنا بناخد حصة واحدة، والحصة تقريبا ساعة بالظبط، يعني طول الاسبوع بناخد ساعة واحدة، ويا ريت الساعة ديت احنا بنتعلم فيها حاجة عن الدين بتاعنا، او مثلا ازاي نصلي. اقل حاجة ممكن ان احنا نتعلمها في السن ده. ما كناش بناخد اي معلومة عن الدين بتاعتنا، واعتقد ان المناهج كانت موجود فيها قصص وموجود فيها حاجات ملهاش علاقة بالاساسيات اللي الطفل يتعلمها في السن ده. يعني مثلا انا هستفاد ايه من القصص اللي موجودة في المناهج ديت وانت ما بتعلمنيش اساسيات الدين بتاعي وانا صغير في السن؟ فعلمني ازاي اصلي، ازاي اتوضى، ازاي اتعامل مع الناس. الشتيمة قول لي ان هي حرام، ان انت تسرق قول لي ان هو حرام. علمني اساسيات الدين بتاعتي علشان طبعا الطفل يبقى عارف ايه الصح وايه الغلط من الموضوع ده. زي ما قلت لك حصة الدين ما كانش ليها اي لازمة، مادة الدين ما كانش ليها اي لازمة عندنا في المدرسة، حتى الحصة اللي هي الساعة واحدة في الاسبوع ما كناش بناخدها. مثلا الحصة دي ما بيجيش فيها استاذ، او مثلا بتفضل فاضية، او حتى لو جالنا استاذ فهي ساعة واحدة مش مكفية. وطبعا زي ما قلت لك احنا لو مشينا على الدين واساسيات الدين، اعتقد ان في حاجات في المجتمع هتتحل وهتبقى افضل بكتير من الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. وكمان كان في حاجة مهمة جدا جدا، مادة الدين ما كانتش بتنضاف للمجموع. فايه اللي هيشجع الطالب ان هو يدرس المادة دي ويفهم فيها اكتر وهي اصلا مش هتفيده في المدرسة؟ ولكن اعتقد ان في قرار تقريبا اتاخد من فترة كده ان هي هتنضاف للمجموع، فدي حركة كويسة هتشجع الشباب او هتشجع الناس او الاطفال ان هي تذاكر المادة. على الاقل يا جدع تذاكرها علشان هتاخد عليها درجة وتتحاسب عليها في المجموع بتاعك. فاعتقد ان التعليم كان عامل مهم جدا جدا لو كنا اهتمينا بيه وضفنا معاني كتير وضفنا اهمية للدين في التعليم، كان اعتقد ان الاجيال الحالية كان مش هتبقى بالشكل السيء اللي احنا بنشوفه اليومين دول. نيجي لعامل مهم جدا جدا، وده الصراحة يعني 50% من انحطاط المجتمع. واعتقد والله العظيم لو اهتمينا بيه وركزنا فيه ان هو يركز على الحاجات الجميلة جدا والصالحة جدا في المجتمع بتاعنا، اعتقد ان احنا هنطلع جيل وهنفهم الجيل الحالي حاليا أهمية الدين وأهمية الصلاة وهي السينما والأفلام. طبعا كتير جدا جدا مننا بنشوف أفلام وبنشوف مسلسلات وبنشوف حاجات استغفر الله العظيم لا تمس للدين بتاعنا والإسلام بتاعنا بأي صلة، حرفيا حاجة في قمة الاستهزاء وقمة الوساخة وقمة الزبالة. طبعا احنا عارفين كتير جدا جدا مننا تعلق بالافلام او على الاقل بنتعلم فيها حاجات. الافلام البلطجية والمشاهد البلطجة والكلام ده كله، في ناس كتير بتقلد الموضوع ده. فالسينما والافلام يا شباب ليها عامل كبير جدا جدا في الانحطاط اللي احنا فيه.
واعتقد ان احنا لو حسنا وخلينا الافلام بتاعتنا هادفة والمسلسلات بتاعتنا هادفة، هنلاقي في جيل على الاقل فيه تعلق بالدين وبيهتم بالصلاة وبيهتم بالصوم وبيهتم بالاسلام عموما. يعني تخيل معايا كده لو مسلسلات رمضان السنة دي كلها بلطجة وكلها زبالة وكلها قرف، فاعتقد ان الجيل اللي بعد رمضان ده بقى كله حاجات زبالة وحاجات قرف، لان طبعا المسلسلات والافلام بيبقى عليها عامل كبير وبتأثر فعلا في الشارع المصري. محدش يقول لي لا يا عم دي سينما ودي كلها حاجات من وحي الخيال والمفروض ان احنا ما نتعلقش بيها ونقلدها ونعمل زيها. احب اقول لك والله مهما عملت الناس هتقلد والناس هتعمل، لان دي حاجة قدامهم على طول بتغرس في الطفل وبتعلم الطفل الحاجات اللي موجودة في الافلام. مهما تقول للطفل دي الحاجة غلط، هو طبعا لما بيشوفها كتير على التلفون او على الكمبيوتر او على التلفزيون حتى هيعمل زيها، حتى لو عارف اللي هو غلط وحتى لو عارف ان هي غلط وحتى لو انت قلت له اللي هي غلط فهيعملها. يعني هيعمل. تخيل معايا بقى لو مسلسلات رمضان السنة دي والافلام وكل حاجة بتتكلم عن الصلاة وبتتكلم ازاي تتوضى وبتتكلم ازاي تصلي واهمية الصلاة وبتتكلم عن جمال الصلاة وحلاوة الصلاة وراحة الصلاة وكل الحاجات الجميلة جدا على الصلاة. تخيل ايه اللي هيحصل. طبعا في ناس كتير جدا جدا ما بتصليش هترجع تصلي، وفي اطفال كتير جدا جدا ما كانتش تعرف الصلاة فهتعرف الصلاة، وفي ناس كتير جدا جدا كانت مقصرة في الصلاة فهترجع تنضبط وتظبط الدنيا وترجع تصلي تاني. فاعتقد ان السينما والافلام والمسلسلات ليها عامل كبير جدا جدا، ولكن طبعا احنا بنعمل للأسوأ. يعني احنا مش بنحسن من نفسنا، احنا بنسوق نفسنا اكتر. دايما السينما بتاعتنا والافلام والمسلسلات بتاعتنا في انحطاط دايم ومستمر وعمرها ما هتتحسن. ولكن اتمنى يعني ان يكون في حاجة جميلة في المستقبل وان احنا نهتم بالموضوع ده، لانه بيأثر يعني على الشارع المصري وبيأثر على الجيل الجديد. فاتمنى ان في اعمال تكون محترمة وبتعلمنا حاجة فعليا في الدين بتاعنا، لان احنا ما عدناش مهتمين بالدين ولا في التعليم ولا في التربية ولا في المسلسلات والافلام. دي بقى للحاجة اللي هي فعلا بتأثر بنسبة 40% او 30% برضو على الناس وعلى الاطفال وعليا شخصيا، وهي السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا يا جدعان مستنقع من القذارة حرفيا زي ما بقول لك كده. حرفيا هتلاقي الحاجة الهايفة والحاجة الزبالة والحاجة يعني الوحشة جدا جدا هي اللي باينة للناس وهي اللي عليها أعلى مشاهدات، والتفاهة والانحطاط دايما بيبقى ترند. الحاجات اللي بتجيب تفاعل أكتر بتطلعها وبتظهرها للناس، والحاجة اللي ما بتجيبش تفاعل فدايما محدش هيشوفها إلا من رحم ربي. خامس حاجة بقى ودي الصراحة لاحظتها في بعض الناس واللي هم مثلا بيبقوا شغالين ويسمعوا الأذان، المفروض إن هو يسيب الشغل ويروح يصلي، ولكن دايما بيبقى مثلا الشغل أهم من الصلاة. دايما يقول ربنا هيسامحني لأن أنا شغال. لا، انت كده بتعصي ربنا وطبعا ما بتقضيش الفرض بتاعك، لان المفروض انت حتى لو شغال تسيب الشغل ده وتقوم تصلي. فده مش مبرر ان انت ما تصليش، المفروض ان انت مهما كنت بتعمل بتسيب الحاجة اللي انت بتعملها دي وتروح تصلي. فالشغل دايما مش مبرر ان انت تسيب الصلاة بتاعتك وتسيب الفرض اللي مكتوب عليك. في اسباب كتير جدا جدا انا ما قلتهاش او ممكن انا ما اعرفهاش، فالاسباب اللي انا قلتها دي كلها مش مبرر ان انت تسيب الصلاة. انا عارف ان في ناس كتير جدا جدا منكم شايفين ان الصلاة ديت حاجة صعبة، انت بتكسل جدا ان انت تصلي، ولكن هي 5 فروض يا شباب. لو عديت الركعات هتلاقيهم 17 ركعة فرض، فحرفيا مش هياخدوا معاك ساعة طول اليوم لو حسبتهم يعني بالوقت بتاع الوضوء والوقت بتاع الصلاة. اعتقد ان ساعة مش كتير جدا جدا على الخمس والست والعشر ساعات اللي انت بتضيعهم على السوشيال ميديا واللعب والتفاهة والانحطاط. فراجع نفسك وحاول ان انت تستقيم، وحاول على الاقل ان انت ترجع نفسك واحدة واحدة للصلاة. ولو انت ما بتعرفش تصلي وما بتعرفش تتوضى، اتعلم وشوف فيه على اليوتيوب كتير جدا جدا تقدر ان انت تسأل شيخ، ما فيهاش اي حاجة ادام انت هتتعلم حاجة مفيدة وحاجة جميلة زي الصلاة. ما فيهاش عيب جدا وما تتكسفش، لان انا عارف ان في ناس ممكن تتكسف ان هي كبيرة في السن ما بتعرفش تصلي وكده، ولكن والله ده مش مبرر. انا عن نفسي يا شباب بقالي 40 يوم او 50 يوم منتظم، ولكن ما بصليش الفروض كلها، بصلي على الاقل الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء.
فانا بقالي 40 يوم حرفيا كل يوم اصلي فرض او فردين، فده حاجه كويسه جدا جدا ان انا ارجع للصلاه تاني وان انا اصلي كل يوم والتزم. طبعا انا عارف ان انا المفروض ان انا اصلي الخمس فروض كامله كل يوم، ولكن طبعا علشان انا مقصر في الصلاه فببدا ان انا ارجع واحده واحده لغايه لما اتعود طبعا، وان شاء الله استقيم وان شاء الله يعني التزم بالصلاه وتكون حاجة جميلة في ميزان حسناتي إن شاء الله يوم القيامة. طيب نختم بقى الدردشة بتاعتنا الجميلة ديت بقصة برضو جميلة جدا جدا على الصلاة. طبعا في كل حلقة وفي كل فيديو هنعمله هنقول قصة مع بعض، والقصة دي إن شاء الله يعني هقصها كده وانزلها على تيك توك والفيسبوك اللي حابب يستفاد. طبعا قصة النهاردة بتحكي وبتقول إن كان في طفل صغير في بلد يعني مقصرين جدا جدا في الصلاة، ولكن الطفل ده كان من أب وأم ملتزمين بالصلاة وعلموه الصلاة وخلوه يحب الصلاة. فدايما كان كل يوم يصحى الفجر، وطبعا احنا عارفين الفجر بيبقى الجو ضلمة، ما بيبقاش لسه النهار طلع، فدايما الطفل ده كان ملتزم بصلاة الفجر، لأن طبعا اللي ما يعرفش إن صلاة الفجر جميلة جدا جدا، دايما الطفل ده كان بيصحى الصبح في الوقت المتأخر ده ويروح للجامع. طبعا الجامع كان بعيد عن بيته، فدايما كان بيمشي مسافة كبيرة علشان يوصل للجامع او المسجد علشان يصلي طبعا صلاة الفجر. طبعا الناس كانت بتبقى صاحية ان هم السكيرة يعني بيبقوا دايما بيشوفوا الطفل ده بيمشي كل يوم في نفس الميعاد عن الطريق ده، وطبعا الطريق ضلمة وهو طفل فمش خايف حد يخطفه مثلا، هم دايما كانوا بيبصوا له باستغراب، ولكن طبعا عارفين ان هو بيروح المسجد، فبيقولوا لنفسهم اللي يخلي طفل يطلع في الوقت ده والجو الوحش ده ان هو يروح يصلي. هل الصلاة ديت يعني مهمة جدا جدا بالنسبة للطفل ده؟ في يوم من الايام وهو طالع بالليل وهو ماشي على الطريق ده طلعت مجموعة من الكلاب المسعورة جريت وراه. طبعا كلنا عارفين الكلاب لو كانت طلته كانت عملت فيه ايه، وهو طفل طبعا فجري بأقصى ما عنده لغاية لما وصل لبيت من الناس السكيرة ديت واستخبى عنده. طبعا الراجل كان صاحي وحس بيه وكان بيحسبه حرامي، فبص فلقاه الطفل، هو طبعا عارف الطفل ده كل يوم يمشي من الشارع ده، فسأله وقال له انت ايه اللي جابك هنا وبتستخبى ومالك خايف كده وكنت بتجري من ايه؟ طبعا الطفل حكى له قال له ان في كلاب مسعورة بتجري ورايا، وانا طبعا خفت وجريت ما لقيتش غير بيتك قدامي ورجلي جابتني لغاية هنا، انا معرفش جيت ازاي لغاية هنا. فالراجل ده هداه وقال له اهدى شوية وجاب له مية وشربه، وقال له ايه انت طالع ليه بالليل؟ هو طبعا عارف ان هو طالع يصلي، فبيسأله برضه بخباثة كده وبيقول له انت ليه بتطلع كل يوم بالليل؟ ما تصلي في البيت مثلا او خليك في البيت والحاجة اللي انت طالع علشانها دي اعملها في البيت. الطفل طبعا قال له لا، دي صلاة ولازم ان انا اصليها، وان انا اصليها جماعة افضل بكتير وفيها ثواب اكتر بكتير، وطبعا المسافة اللي انا بمشيها دي كلها باخد عليها اجر من ربنا. فالراجل استغرب جدا جدا، فالراجل الصراحة اعجب بالطفل ده وحاول ان هو كل يوم يوصله من البيت بتاعه لغاية المسجد، حتى الراجل قلبه لان شوية لموضوع الصلاة ده وبدأ يسأل الطفل ازاي يصلي وازاي يتوضى. فالطفل بدأ ان هو يعلمه ازاي يتوضى وازاي يصلي وايه هي الصلاة ويعرفه الفروض ويعرفه الركعات والكلام ده كله. وطبعا الراجل بدأ ان هو يصلي ويرجع تاني يحب الصلاة ويرجع تاني يبعد عن الحاجات الوحشة اللي كان بيعملها، وده طبعا كله عن طريق الطفل الصغير ده وعن طريق الموقف اللي حصل بتاع الكلاب. فطبعا بس ده كان الفيديو بتاعنا، ده الفيديو كامل. طبعا ان شاء الله هنطور في المستقبل وهنضيف ان شاء الله حاجات كتير وهنطور مع بعض واحدة واحدة. وزي ما قلت لكم يا شباب في الاول وفي الاخر الفيديو ده انا عامله ليا يعني ان انا احسن نفسي واطور نفسي وافكر نفسي بالمستقبل باهمية الصلاة وجمال الصلاة. وبس ده كان الفيديو بتاعنا، بشكرك على المشاهدة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس، وسلام.